بكم. النهاردة هنتعلم خطوة جديدة في الإكسل، وهي دالة الماتش مع الفي لوك أب. طيب تعالوا نبدأ كده. إيه هي الماتش؟ الماتش دي بتعمل إيه؟ هي بترتب الصفوف والأعمدة، بتجيب ترتيب الصفوف دي والأعمدة دي. تمام، يبقى دالة الماتش دي بتجيب إيه؟ ترتيب الصفوف والعمود. تمام. فازاي هعمل دالة ماتش؟ طبعا احنا لو وقفنا هنا كده، انا عايزه اجيب مثلا هنا الاوردر اي دي، الرقم ده بدلالة الاوردر اي دي والكاستمر نيم والكاتيجوري والسب كاتيجوري والبرانش والسيلز. عشان اجيب الحاجات دي بالاي دي ده اعمل ايه؟ فانا هجيب بدل ما اعمل اقول اسم العمود، رقم اسم العمود، لا انا مش هعمل كده، لان انا لو خفيت اعمده مش هتظهر لي، او لو لقيت اعمده اتخفت هنا مش هعد غلط. فاعمل ازاي؟ هعمل كده، هقول ايكوال، ومن فورمولا بار دي هنختار دالة الماتش. بعمل كده وبضغط ايه؟ اوكي. طيب هنا بيقول لي في لوك اب فاليو. بجيب ايه بقى؟ بعلم على خانية الاوردر دي اللي انا هجيب الرقم بتاعها ده ترتيبها كام. هنا كده اعلم عليها. تمام. وبعد كده اعلم على رؤوس الاعمدة في اللوك اب اري. هدوس هنا كده اعلم على رؤوس الاعمدة فقط. فانا هجيب ايه؟ الاوردر اللوك اب اري اللي هو ترتيب الايه الاعمده دي كام، فاعلم على رؤوسها بس. تمام. ومنساش ادوس ايه؟ F4. خلاص. بعد ما ادوس F4 بعد كده، عشان يبقى فيه تطابق تام بالنسبه لي، هدوس هنا على 0. احنا قلنا ان الزيرو دي بتعمل تطابق تام، يبقى الاوردر اي دي ده بيبقى الكاستمر نيم مظبوط والحاجات والاوردر ديت مظبوط. طالما انا عملت 0 يبقى في تطابق تام، واقول له اوكي. جابها اهي. يبقى ترتيب الاوردر اي دي ده هنا ترتيبه في العمود رقم 2. بمجرد ما اعمل اوتو فيل كده جاب لي بقى الايه الحاجات. يبقى الكاستمر نيم اهي جابها رقم كام؟ الكاستمر نيم رقم 4. ادي 1 2 3 4. تمام. وهكذا. طيب عشان بقى ادخل اعمل الفي لوك اب بتاعتي، هعملها هنا بالفي لوك اب. بعمل كده من فورمولا بار باخدك هنا كده، هجيب الايه الفي لوك اب اهي، واقول له اوكي. هنا في اللوك اب في الفاليو لوك اب بعمل ايه؟ بضغط على الاوردر اي دي اللي انا عايزه اجيبه بقى ده اهو، ومنساش ان انا اضغط على الاف ايه 4 كده. تمام. التيبل اري بقى هعلم على الجدول كله بتاعي. هقف هنا كده واجي اعلم على كل الجدول بتاعي كده اهو، كل الجدول الاري بتاعي كله، عشان اعرف فيه الاوردر اي دي اللي مديني الرقم بتاعه، ومنساش اضغط على الاف ايه 4 كده. تمام. طيب هنا في الكولم نمبر هقف هنا كده واديله الرقم اللي انا جبته من الماتش اهو. تمام. وبعد كده هنا هديله الايه الزيرو كده اهو، عشان يبقى فيه تطابق تام، واقول له اوكي. اداني اهو الاوردر اي دي بتاعي اهو. مجرد ما اعمل اوتو فيل كده اهو اداني بقيه الايه الارقام. تعالوا بس هنا في السيلز ده نغير التاريخ بالرقم الايه رقم المبيعات اهو بتاعه. يبقى الاوردر اي دي بالرقم ده طلع رقم مبيعاته ايه؟ المبلغ ده اهو. المبلغ دون عشان نعرف الاوردر اي دي اهو بالمبلغ بتاعه. يبقى الاوردر اي دي دون اللي انا طلعته ده مبيعاته هنا كانت ايه؟ 10,354.5. تمام.
طيب عشان انا بقى ادخل الفي لوك اب، ادخل فيها دالة الماتش، اعمل ايه بقى؟ بدل ما اعمل كل ده واجيب هنا الماتش وبعد كده ارجع اجيب الفي لوك ومن في لوك احط الماتش، لا، بطريقة سهلة كده. هاجي هنا كده نلغي ده اهو، وهلغي ده اللي انا عملته كده اهو. ايوه، هعمل ايه؟ هضغط هنا كده واقوم قايله له ادخل على ايه، هقول له يساوي واقول له ايه من فورمولا بار، هدخل على الفي لوك اب اهي. دخلنا كده على الفي لوك اب الري. يبقى من لوك اب فاليو ده هعمل ايه؟ هضغط هنا على الايه، على الاوردر اي دي بتاعي، الرقم اللي انا عايزاه، واضغط منساش F4 بحيث ان انا لو غيرت الاوردر اي دي هي الخلية نفسها ثابتة، يبقى الاف ايه 4. تمام. وبعدين هنا هاجي على التيبل اري اعلم على الجدول كله كامل. هاجي كده اعلم على كل الجدول ده بقى كده، كل ده الجدول ده كله كامل. وبرضك هضغط على الاف ايه، الاف 4 كده. ماشي. من عند الكل اندكس نمبر هعمل ايه؟ هاجي هقف عليها كده وهفتح من فورمولا بار، هختار دالة الايه، الماتش اهي، هتظهر لي دالة الماتش. تمام. فمن في لوك اب فاليو، من اللوك اب فاليو ده هعمل ايه؟ اعلم على الايه، الاوردر اي دي في الجدول الصغير ده كده. تمام. وبعد كده هعلم على رؤوس هنا بقى في اللوك اب اري، اعلم على رؤوس الجدول بس، هعلم على رؤوس الجدول بس ده اهي كده. ومنساش رؤوس الجدول دي اثبتها بالاف ايه 4 كده. وهنا في الماتش طيب دي لازم اقول له ان ده متطابق واقول له 0. طيب وانا هنا برضك هرجع على دالة الفي لوك ايه اب تاني اهي، ومنساش هنا احط برضك ايه الزيرو بتاعتي عشان يبقى فيه تطابق تام، واقول له اوكي اهي جابها لي. وبرضك هعدل من هنا السيلز دي، هجيبها نمبر عشان تديني رقم الايه المبيعات اهو. تمام. يبقى كده عرفنا ازاي ندخل دالة الماتش داخل الفي لوك اب. انا اديتكم كذا طريقة، بس في الاخر الطريقة السهلة ان ازاي تدخل الماتش بتاعتي دي، ادخلها الماتش عن طريق دالة الفي لوك اب. وبكده نكون عرفنا ازاي نتعامل مع دالة البحث الفي لوك اب مع الماتش في الاكسل بطريقة سهلة جدا. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكمل مع بعض دروس تحليل البيانات الجاية.